يا جماهير الفدائي، يا عشاق فلسطين، الخبر اللي جاي ده صعب على القلب. حلم المونديال كان قريب لكنه ضاع في اللحظة الأخيرة. منتخب فلسطين كان بيلعب قدام عمان في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، والماتش ده كان مصيري. عشان يتأهل الفدائي كان محتاج يكسب. الماتش ده كان على ملعب الملك عبد الله الثاني في الأردن، والدنيا كانت مشتعلة. الشوط الأول خلص 0-0، وبعدين في الشوط الثاني وفي الدقيقة 49 عدي خروب جاب الجون الأول لفلسطين برأسية عالمية. الفرحة كانت جنان، خلاص الحلم بيقرب. لكن في الدقيقة 90+5، يعني في الوقت بدل الضايع وفي آخر ثواني الماتش، ضربة جزاء لعمان. عصام الصبحي بيسجلها، جول التعادل القاتل 1-1. يا للهول، الفدائي كان قاب قوسين أو أدنى، لكن التعادل ده معناه إن عمان هي اللي اتأهلت للمرحلة الرابعة بصحبة العراق، وحلم فلسطين في المونديال ضاع. حلم كان قريب جدا. صعب جدا نشوف حلم بيضيع بالشكل ده، خصوصا بعد الأداء القوي اللي قدمه منتخب فلسطين. قدر الله وما شاء فعل. ايه رأيكم في المباراة دي؟ وهل الفدائي كان يستاهل التأهل أكتر؟ سيبولنا كلام يدعم المنتخب في الكومنتات.